والآن هذا البرنامج تقدمه لكم ماما. ما كاين من غير ماما اللي تعرف لها. استمتعوا بهذا البرنامج مع منتجات جاريدو. مرحبا بكم أحبابي، إن شاء الله يا رب تكونوا بخير. قبل ما نفوتوا الكوزينة حبيت نحكي معكم في موضوع أنا نعتبره مهم جدا جدا. باش نفتحوا ونبداو هذا الموضوع نتاعنا راح نقرأ لكم شعر تكتب من 3 سنين، هاد 3 سنين ولا 4 وكتباته بنتي اللي هو راح يدخلنا للموضوع. Comme à mon habitude, je me lève les yeux gonflés, faute d'avoir sans doute un peu trop pleuré. Les jours sont les mêmes et se répètent, toujours subir les mêmes moqueries des mêmes têtes. Je ne comprends toujours pas ce qui cloche en moi. Est-ce que parce que je n'ai pas leur ventre plein? Évidemment, car dans cette société, on dit qu'il vaut mieux faire envie que pitié. Mais dès qu'un bout de graisse apparaît, ce n'est plus des formes que vous avez, vous devenez de vulgaires mochetés. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? L'intérieur n'a plus aucune valeur. De nos jours, pour être aimé, il faut ressembler à Beyoncé. Mais n'oubliez pas que toutes ces beautés n'ont pas une once de simplicité. Si vous les voyez en vrai, vous seriez choqués. Mais vos regards incessants me rappellent constamment que je ne leur ressemble pas et vous m'avez fait tomber bien bas. Les marques sur mes bras peuvent prouver qu'à cause de vous, j'ai fini par me détester. Et si je vous montrais toutes ces traces de sang, vous trouverez ça moins marrant. Je ne pensais pas que l'expression « mourir ou tuer » était à prendre au premier degré. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Ça, هاد الكلمات كنت كتبتهم بنتي، كلمات بالفرنسية اللي تحكي عليهم على الأرسلمون، التنمر الدراسي، التنمر في المدرسة. كي نقراو هاد الكلمات بالك نحسبوا باللي بنتي عانت من التنمر. الحمد لله لا، قبل كنا دائما هنا، لكنها حساسة كثير لهذا الشيء، للتنمر الدراسي. وصغرها عندها 15 عام، هذه 3 سنين 4 سنين، كانت تحاول انها الناس اللي تحس باللي راهم يعانوا من التنمر تتقرب منهم وتساعدهم. التنمر الدراسي ممكن يحطم نفوس، ممكن ادى اطفال للانتحار، شيء مش سهل. في هذه القصه راه تقول لهم اون في كي دي روندور اللي شويه معمره طايحين عليها، انت يا سمينه وانت يا كذا وانت يا كذا وانت يا كذا، حتى يوصل الطفل ولا الطفله يكره نفسه. نحكي لكم تاني شيء، انا بنتي كنا حطيناها في مدرسه ان كوليج مسلمان، يعني با بوكو، ما كانش بزاف فرنسا، لكن كنا حطيناها فيه. قلنا بالإضافة إلى البرنامج الدراسي ممكن تتعلم القيم الإسلامية، تتعلم العربية وتتعلم. النية كانت هنا، لكن نصدمت باللي حتى مع ناس اللي نورمالمون يعني الديانة الإسلامية هي ديانتهم وراهم في ان كونكون ومحمي بيها، كاين الهارسيلمون. كانت في السيزيام، أول عام في الكوليج في المتوسطي، كانت معها وحدة. هما التماكينة يعني كاع عندهم مستويات مادية شوية مليحة، هاديك مستواها المادي كان أقل من الآخرين، ما كانش تلبس لي مارك، أما كانت تتعاير كل يوم لأنها ماشي ما لابساش مليح ولا مقطعة ولا مهرهلة، لأنها ما كانش تلبس لي مارك. يعني ممكن ان انفون يتعاير ويحس باللي هو قل من الآخرين برك باسكو ما لابش دي مارك. علاش ولادنا هادو اللي يسبوا التنمر، علاش كاين اللي يطلعوا كيما هاك؟ علاش كاين اللي يحسوا برغبه انهم يحبطوا من الاخرين باش يبانوا هما؟ وكيفاش حنا ممكن نحمي ولادنا مهما كان السن تاعهم من التنمر، لانه فعلا ممكن يدمرهم. الموضوع تاعنا شويه حزين وشويه، لكن ضروري اننا نحكوا فيه. انا حبيت هذا العام انه اكيد رانا نطيبوا ورانا نتعلموا وصفات، لكن نسمح لنفسي بحكم العلاقه اللي تطورت بيني وبينكم، علاقه الصداقه وعلاقه الثقه، اننا نحكوا في مواضيع حتى لو تكون حساسه لكنها مهمه جدا 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 في حياتنا ولازم ننتبهوا لها.
التنمر الدراسي موضوع شائك وكبير، راح نزيدوا نكملوا نحكوا فيه واحنا نطيبوا مع بعض. وصفاتنا اليوم راح تكون بليزابا. واجدين أي فوتو الكوزينة. مرحبا بكم في مطبخ شهرزاد ووصفات شهرزاد وحكاياتنا مع بعض. الوصفة الأولى راح نديروا اونتري نحبها بزاف. اونتري راح نطيبوا فيها الكبد، لكن راح نستعملوا كبد العجل، لو فوا دو فو، لو فوا دو فو اوزونيون كاراميليزي بالبصل المكرمل، وراح يكون فيه منكه بالرند، منكه بالزعتره، راح يكون فعلا جميل. وصفه انا تعجبني بزاف يعني. وصراحة نفضل لحم العجل على لحم الخروف. المهم راح نبدو وصفتنا وراح نكملوا حكايتنا على التنمر، لأنه أنا قلت لكم هذا موضوع شائك ويهمني بزاف بزاف. هذا الشعر اللي كتبته لكم، هذه الكلمات اللي كانت كتبتها بنتي، كان عندها بالك هذه 4 سنوات من اللي كتبتها. كانت ستي ان دوفوار، كان فرض، كان لازم يكتبوا على موضوع يهمهم وعلى قافية وعلى ريتم الشونسون تاع كابغيل لا كوريدا، اللي يحكي فيها على الثور كيفاش يتعذب، ومع هذاك في الاغاني. المهم كي كنت حطيت هذاك الشعر في مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك، بزاف راسلوني، بزاف امهات راسلوني وصديقات اللي ما كنتش متخيله انه هما نعانوا، ولادهم عانوا من التنمر الدراسي، يعني عانوا بزاف لدرجه انه ولادهم كرهوا المدرسه، كرهوا رواحهم، مرضوا. يعني هذا الامر مش هين، لانه ممكن ما نلاحظوش، ممكن ما نشوفوش. الطفل اللي يعاني من التنمر ما يجيش يحكي، مرات كثيره ما يجيش يحكي لوالديه، لانه خايف لو كان يحكي من لي غوبريزاي، خايف من الناس اللي يتنمروا عليه، وخايف ممكن كان يزيد يحكي يزيد يصعب الامور عليه ويزيد يعقدها، وتبان له باللي إلي فريمون سو لومبريز، يعني راح فريمون تحت السيطره نتاع هاد الناس اللي ردينه اقل من لا شيء. المشكل انه للطفل ما حكاش وخلاها في قلبه، راح تكبر. والمشكل ثاني انه ما ولاتش عندنا دي ستركتور في المدارس ولا اللي ينتبهوا لهذا الشيء. التنمر الدراسي يعني مش شيء امر اللي ممكن يخص بلد وما يخص بلد اخر. التنمر الدراسي موجود في كل البلدان المتطوره والغير متطوره، ومرات البلدان المتطوره متواجد اكثر من البلدان الغير متطوره، باسكو هما يحبوا في المدرسه يحبوا يحطوا رواحهم ديغراد، انا اقوى وانا هنا. ضروري انك تكوني فيجيلونت تصرفات ولادك، اي تصرف واي اختلاف في التصرف نتاعو لازم تكوني فيجيلونت عليه. اذا شفتي بلي ولدك يغير المعامله نتاعو، ولا ان بو بليز اغريسيف، عنده عنف اكثر، ولا قافل على نفسه اكثر، ما يحكيش، ما يهدرش، ما ياكلش، اكيد كاين حاجه لازم تبحثي فيها. لازم تخلي ولدك صديقك ما يخافش منك باش يحكي لك، ويعرف باللي عنده باه وعنده امه ممكن يصيب الحل. هنا درت الزبده، ندير كميه مليحه من الزبده. هنا عندي 150 غرام زبده، حطيتها في لاكوكوت نتاعي. الكبده نتاعي قطعتها وراني نقلي فيها، غادي نقلي فيها، نملح، ندير لها ملح فلفل اسود، من بعد نقلعها. وفي نفس هذيك الزبده راح تطيب لي البصل. هنا عندي كميه من البصل، كميه معتبره من البصل، فايت كيلو بصل قطعيه شرائح كيما هاك. عندي ثوم، عندي رند، وعندي الزعيط راح نستعملها، ومع التالي المعدنوس. وقلت لك بالنسبه للتوابل برك ملح وفلفل اسود. لازم نحسوا فعلا البنه تاع الكبده. اليوم راح نحكوا على التنمر الدراسي، راح نحكوا كذلك على التنمر على مواقع التواصل الاجتماعي. بين الاشياء اللي ممكن مثلا نقولها، ناس كي يشوفوا مثلا شهرزاد تحكي على موضوع كيما هكا، يقولوا لها انت هاد الناس على مواقع التواصل الاجتماعي يقولوا لها انت ما كان مدخلك على تهضري في مواضيع ما يخصكش، ماكش حاسبه روحك محلله نفسانيه، ولا حاسبه روحك مانيش عارف واش، التهي غير بالطياب تاعك. هاد العقليات تاع تحبوا تحطوا دي جون دون دي كاز، والتهي بعقليتك وما والتهي بماكلتك ولا نو. تعلموا نتوما اذا حبيتوا ولادكم يطلعوا بقيم
انه نتوما تحترموا الناس وتحترموا هما واش حابين هما واش يكونوا. درك هنا راني نقلي في الكبده. هوب فوالا، بنينه بزاف بنينه بزاف بزاف هاد الوصفه. انا ولادي يحبوها. ولحم الخروف في لحم العجل يجي طري على عفوا كبد العجل يجي طري على كبد الخروف. وهنا راح نلفها ونتبلها من الجهه الاخرى. الوصفه بسيطه بحد ذاتها. شاويلا عندك البصل تاخذ لك شويه وقت تخليها تتكرمل على خاطرها. هوب وراح نتبلها من الجهه الاخرى. فوالا نحط لها ملح وفلفل كحل وما نحطش تابل واحد اخر. بهذه الطريقه. بهذا الشكل. ناخذ سكين نحاول نفتح كذلك هذيك الكبده باش تدخل لها الطياب من الداخل بهذه الطريقه. هنايا كي تفتحيها وتشرحيها بهذه الطريقه يدخل لها ثاني الطياب من الداخل بهذا الشكل. كما قلت لك لتفادي التنمر وباش تحمي ولادك من التنمر، حاولي انتي تكوني صديقتهم. حاولي تخلي ولدك ما يخافش منك يجي يحكي لك، يعرف باللي عندك راح يصيب الحل، وممكن مع بعض تتفادوا تتعدوا هذه المحنه. فدير كو الناس اللي تتنمر تاني اغلبهم ما عارفينش واش راهم يديروا، خصوصا يكونوا اطفال. ما تبلش باللي راه يضر هذاك الطفل لدرجه انه ممكن يدمر له حياته الكل، راه يزعق، راح يضحك، راه يتمسخر مع اصحابه. كلنا مرينا بهذه المرحله، يا شفنا ناس نمروا عليها، يا شفنا ناس تتنمر على ناس واحد اخرين. نعلموا تاني ولادنا. الحمد لله انا هذا الشيء في بنتي مثلا الكبيره، انه كي تشوف اطفال انظلموا وهي قادره تحميهم انها تدير هذاك الشيء، يعني انها تروح تحمي هذاك الطفل وتخليه وتخرجه من ديك العزله. علمتهم انه الساكت عن الحق شيطان اخرس. يعني لو شافت طفله وصديقه ليها ولا زميله في الطفل في المدرسه يتنمروا عليها وهي ما حكاتش، وكانها مسؤوله على التنمر اللي راها تعاني منه هذيك الزميله. فوالا درك هنا قليت الكبده تاعي. هذاك الزبده راح تتبنن بهذيك الكبده تتقلى. بعد كده راح تعاود تكمل طيابها مع البصله. راح ننزعوها نحطوها في اناسيات، نخلوها على جنب، ونحطوا في نفس هذيك الزبده اللي طابت فيها الكبده البصله اللي هي راح تجي فيها البنه تاعها، تعطيها فعلا بالنشابه بزاف. اوب فوالا نحيهم شرائح الكبد. وفي هاد الزبده راح نحط البصله نتاعي. البصله هنا قليت بصله حمراء تعطي لنا شابه، راح نحطها في هاد الزبده اللي طاب فيها الكبده. تحفه تحفه. هذه من بين الوصفات اللي تقدم في اكبر المطاعم الفرنسيه. وهنا نحرك مليح باش كل هذيك البصله تاخذ هذوك لي سوك نتاع الكبده اللي طابت لي هنا. لا راح ندير لها اوراق رند.
راح ندير لها توم. الثوم راح نخليه فص كيما هاكي حبيبات الثوم. سا سي دو لاي روز دونك ما نحتاجوش نقلقلو لو جيرم نتاعو. واش عندنا ملح فلفل كحل، ملح فلفل كحل، وعندنا لو تان. بهذه الطريقة الزيت راه تنكهها بشكل جميل. دائما هاد الاعشاب ماذا بينا نزرعوهم عندنا، ميم الا ما كانش جاردان نديرو دي بتي بو، ميم في البالكون، ميم في الكوزينه، يعني غير دي بتي بو كيما هاك نحطوا فيهم ديك الزريعه. ما شاء الله احنا عندنا الشمس يعني خرجيهم غير يستعاونوا شويه في الطاقه، يعطوك يعني دائما تكون عاد تحت يدك البازيليك، لو تان، لو روماران باش تنكهي بهم. المعدنوس والقزبر نصيبوهم ينباعوا، يعني هذوك ما عندناش مشكل، ما نحتاجوش نزرعوهم. بصح هادو مرات ما نصيبوهمش كيما قلت لكم، كيما لو تان، لو روماران، لو بازيليك ماشي دائما نصيبوهم ينباعوا في الاسواق. فوالا عزيزتي، انا هنا نخلي البصله نتاعي طيب على خاطرها، راح تطلق الماء نتاعها وراح تتكرمل، ومن بعد هاد الكبده نعاود نردوها طيب في البصله، نعاود نخلوها تكمل طيابها، هذاك الجو نردوه يزيد يبن لنا البصله، ونخلو الكبده تكمل طيابها. هنا راني دايره الماء يغلي، راني حابه باش تكون عندي قاعده تقدميها كمقبله، كيما قاعده تقدميها كطبق. الا حبيت نقدمها كطبق نحط لها دي بات، نحط لها عجائن. انا هادو قلت لكم جا كو دو كور بور سي بات بنان وصحيين. هاد العجائن اللي مخدومه فرينه العدس الاحمر. هنا دائما في نوتخ اللي نطيبوا فيه لي بات راح نحط كميه من الملح. انا نحب نحط شويه زيت زيتون فيه، وهنا حتى في الماء اللي راح يغلي فيه راح نحط شويه زعتره. داكور بهذه الطريقه، وراح ندير العدس يطيب لداخل باش نقدموه مع الكبده بالبصله. هي طيبيه كي طيب لك البصله وتحطي معها الكبده، على طيبيه يعني ما ياخذلكش وقت بزاف تاع الطياب، واحد 10 دقائق كي يكون الماء يغلي، واحد 10 دقائق يكون طيب لك. المهم انا نخليها تتكرمل هنا كما قلت لكم، بعد نحطوا لها الكبده نتاعها، نطلعوا فاصل صغير ونرجعوا نشوفوا ثاني وصفه لينا اليوم. جبت لكم وصفه طبق يموتوا عليها الوهارنا، وصفه طيحان معمر، طيحان محشي بالبطاطا اللي منكه بالليمون. واش قصه هذه القصه؟ واش الحكايه؟ هنا عندنا طيحان جبناه نقيناه وفتحناه كوم دي بوش بهذه الطريقه كامل، راه موجود كيما هاك. عندي 5 حبات طيحان كيما هاك معمر، وتحليه لداخل، قولي البوش نتاعك يحلهولك. بور فو دير هاد الوصفه في رمضان كامل ياكلوها، ولي بوشي كاع طايحين عليهم باش ياكلوا، باش يكومونديو عليهم طيحان محشي. باش غادي نحشيو هاد الطيحان، عندنا هنايا شويه لحم مفروم، فيوند هاشي، عندي هنايا شويه بصله، عندي زيتون خضر مقطع دق، وعندي كذلك روز. هنا غادي جو في لي فيغ ريفينير اونسومبل، بعد نزيد لهم الروز ومن بعد نحشي بهم. باش يتقدم بالبطاطا. البطاطا راها مقشره وراها مقطعه دوائر، راح نديرو لها لا ماريناد نتاعها، راح تكون فيها زاز دو سيترون، وراح بعد كي طيب في الفور. اوب نحط زيت زيتون، اوكي. نقلي البصل، راح نقلي بصله، عندي بصله مقطعه دق،
نقلي البصل، قلت لكم بعد راح نقلي معاها شويه لحم مفروم، ماشي بزاف، عندك واحد 150 غرام. وعندي هنا الزيتون راح مقطع داق، نكون قلعت له الملح من قبل. وهنا عندي الروز راني مغلياتو، راني سلقاتو باش من بعد نخلطوه، يعطي بنه، يعطي طراوه ديك لا فيون داشي، يعطي في الحشو هذاك، وثاني يغرم لك، يعني تحطي كميه قليله نتاع لا فيون داشي وهو يغرم لك. هنا كي تتقلى البصله نزيد لها اللحم. نشوفوا الكبده تاعنا، ما نسيتوش الكبده اللي كنا حطيناها في الكبده، البصله اللي كنا حطيناها طيب في هذيك الزبده. شوفوا لي Je suis en extase devant cet oignon. ما شاء الله تحفه، البنه نتاعه تحفه. هذاك وانا كنت صغيره ما كنتش ناكل البصل، كنت نفرزه كي الوالده الله يذكرها بالخير، والله يسمح الله عشان ربي تسامحنا، كنت نفرزه والما يكون نفرزه. دروك وليت نموت عليه. دروك هنا نرد الكبده نتاعي داخل، تزيد تكمل الطياب نتاعها، وتزيد تبنن لي البصل وهي تتبنن كذلك بالبصل. اوب، لا ننسى الجو اللي خرج منها. فوالا، هنا راح نضيف اللحم المفروم، كمية قليلة. هذه معظم الديور الوهرانية والسفرات الوهرانية تكون هذا الطبق محطوط فيها هذا الطحال محشي، خصوصا في رمضان، يعزاز في رمضان. وحاجة لازم تعرفوها انه يطيبوه هو يكون افضل لو لوندومان، يعني يطيبوه البارح من داك واللوندومان يلي ميور، باسكو لو جور ميم ما تقديش تقصيه فاسيلمون، الغدوه يطرى واللي تحفه. هاي فوالا، هنا نخليها تزيد واحد 10 دقائق ونطفي عليها الكبده. بالنسبه للحم تاعي ما نغفلش عليه، نخلطو مليح باش ما يتكورليش. اوكي، راح نضيف له زيتون خضر، نضيف له معدنوس، هنايا معدنوس مقطع دش، نضيف له نصف الكميه. ونتبل ملح فلفل كحل، ملح فلفل كحل، ونحرك. صاي وجدت لي هذه الخطوه. هنا جو ريكوبير الخلطه تاعي. عندي هنا بصل، فيون داشي، لحم مفروم، عندي الزيتون، فوالا. واش نضيف لهم؟ راح نضيف لهم روز. نخلط نقص على الكبده تاعي. دوك انا نخليه يبرد شويه، داكوغ، ونروحو نتلاهو بالبطاطا تاعنا. البطاطا تاعنا واش راح ندير لها؟ راح نقطرها من الماء، دوك نقيتها وحطيتها في الماء باش ما تكحليش، وراح ندير لها اون سور دو ماريناد. راح ندير لها الزبده، نزيد لها زيت زيتون، ونزيد لها ملح فلفل كحل، ونزيد لها البيرسيل اللي بقى لي، ونمالاكسيها مليح.
فوالا اوب. نقطرها ونحطها لداخل. قلت لكم راح نحط لها زيت زيتون زبده. هنا ناخذ زبده، زيت زيتون، لو زيت دو سيترون، بشر الليمون ولو بيرسيل اللي بقى لي. جو في فيغ اون سورت دو ماريناد. هنا نحط الزبده داكور، نحط لها زيت زيتون فوالا، ولا زيت المائده. نحط لها بشر الليمون، نحط لها المعدنوس، ملح فلفل كحل، ملح فلفل كحل، et je malaxe bien. خلطهم بيان بهذه الطريقه، وراح نضيفهم للبطاطا نتاعي. انا عندي ان بلا اللي يروح للفور، هذيك البطاطا راح نفرشها ومن بعد الطيحان راح نحشيه وراح نحطهم الفوق. تحيه لناسنا وحبابنا فهرن، وتحيه كبيره للطبخ الوهراني. وهنا نضيفها كل ماريناد، نضيفها للبطاطا نخلط مليح. بهذا الشكل، وراح نفرشها في البلا اللي راح عندي. فوالا ناخذ البلا ونفرشها لداخل. ما نحتاجش نزيد زيت زيتون ولا زبده في البلا، باسكو ديجا هي راني دايرت لها لا ماريناد اللي راه فيها زيت زيتون والزبده. هنا نطفي على الكبده سي بون. حرقوا عليها روح. شوفوا 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 هذاك البصل كيتكرمل، هذيك الكبده اللي دات البنه نتاعه، يا عيني شويه خبز مطلوع ميرفي. هاي دي اولا بهذا الشكل. هنا واش باقي لي؟ الطيحان نحشيه، ناخذهم و ناخذ الحشو نتاعي ونعمر الداخل، نعمر مليح مليح بهذه الطريقة. نعمرهم كي سوا جينيروزمون رومبلي. كي تقطعيه لداخل تجي الحشوة جينيرو في الحشو نتاعو. بهذه الطريقة، ونحطو فوق البطاطا ونعمرهم كامل كيما هاكي. احلى اكله وهرانيه لاحلى ناس. هنا واش راح ندير لها؟ فيلي دويل دوليف من فوق، ملح، فلفل كحل، راح تتغلف وتروح للفرن. الفرن راح مسخن عندي 180 درجه مئويه. غلفوا عليها على خاطرها. نسيت حاجه، شويه ما
نسيت نزيد لها شويه ماء. نضيف فيه ديك البطاطا باش ما تنشفش. كون تاني عندي فيها شويه مرقه. فوالا اي ولا نغلف عليها بزيان. ونحطها تطيب في الفور ونتلاقوا نشوفوا الكبده نتاعنا والطحال تاعنا محشي على طاوله التقديم. اليوم طيبنا لي زبا، طيبنا كبد العجل بهذوك لي زونيون كاراميليزي وقدمناه. انا قلت لكم لي سوجيستيون باش تقدموه مع لي بات. سي ان ديليس. هذاك الكبد يجي طري ويجي فريمون بنين ومنكه جوست كيفو بلا ما نكثروا عليه. وهذاك البصل اللي يعطي بنه للكبد نتاعنا وهو تاني يتبنن داك الكبد جوست تحفه. قدمنا طبق وهراني اكسيلونس. درنا طحال محشي قالوا هنا على بالهم واش راني نحكي. والاخرين غادي يعرفوا بلي هذه الوصفه مشهوره كثير تماك ومحبوبه كثير في وهران او بوين كو يا ميم دي روبور دو ستوك نتاع الطحال محشي معمر بالبطاطا في الكوشه. بنين ديك البطاطا تاني نكهناها وعطينا هذيك لا مارينا اللي تجيب الزبده وتجيب البرسيل بالماء النوف وزيت الزيتون. وهذاك الطحال اللي يجي محشي تاني بلا فيوند هاشي والزيتون ان ديليس. قلت لك دو بريفيرونس الغدوه من داك يكون انكور ميور. اليوم حكينا كذلك على التنمر، حكينا على التنمر الدراسي. التنمر الدراسي انا اناشدكم بالله كل الامهات انه مرات on peut passer à côté. يعني يقدوا ما نشوفوش باللي نوز انفون راهم يسوفريو بسبب اطفال واحد اخرين اللي عندهم السن تاعهم اللي راهم يقراو معاهم راهم يعانوا بهم. وناشد كذلك لي زونسينيون لو كور انسينيون المدرسين انه passer à côté d'un harcèlement scolaire ça peut détruire une vie. نفوتوا قدام تنمر مدرسي ممكن يدمر حياة الأبد. أطفال راحوا للانتحار. هذا الشيء أنا قلت لكم ما راحش يخص غير بلدنا، راح يخص يعني يصيبوه في كل البلدان وبالك في البلدان الأجنبية يكون أكثر. الله يحفظكم. يعني أولادنا أمانة في رقبتنا إحنا كأولياء ولو كور انسينيون. تهلاو لي في رواحكم بالصحة والراحة. إلى لقاء آخر مع لمسة شهرزاد على سبيل تي في. تابعتم هذا البرنامج برعاية منتجات جاريدو. تاكلوا وتزيدوا. قدم لكم هذا البرنامج برعاية ماما. ما كاين من غير ماما اللي تعرف لها.